باك يمين، باك شمال، وسط دفاعي. الإبهار هنا ما كانش في تعدد المراكز، ولكن كان في الإجادة والإتقان لكل مركز منهم. علشان كده ما يكونش غريب إن جوارديولا يقول عنه إنه أذكى لاعب دربه خلال مسيرته. خلال سنة كاملة لعب بدون ارتكاب أي خطأ في البوندسليجا، وما تلقاش أي بطاقة حمراء طوال مسيرته الكروية. وكمان تم وضعه في تشكيلة كأس العالم المثالية 3 مرات كأكثر من أي لاعب آخر، والخصوص في مركز الظهير. وصف أسطورة الإنتر الأرجنتيني خافير زانيتي بأنه أعظم ظهير في التاريخ. لما لا، وهو بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير جدا هو أفضل جوكر في تاريخ كرة القدم. اتولد اللاعب فيليب لام في 11/11/1983 في مدينة ميونخ. كان متفوق دراسيا ومعروف في المدرسة بتاعته، واكتشفوا كشافين بايرن ميونخ وهو صغير. وفي 2002 لعب فيليب لام أول مباراة رسمية ليه مع البايرن، وقتها نزل بديل دونيس الفرنسي، والمباراة دي انتهت تعادل. ولكن في موسم 2002-2003 ما شاركش في أي مباراة مع البايرن بسبب وجود الثنائي الفرنسي سانيول وليزارازو، تأدى إنه ما يضمنش مكان أساسي في الفرقة فيطلع إعارة. صراحة دي كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته الكروية، لأنه هيبدأ من الوقت ده يضمن مكان أساسي في ستوتجارت. فعلا بدأ اللاعب يتألق بشكل ملفت كل ما يلعب اكتر، وبيلعب اول مباراة اساسي في دوري الابطال ضد مانشستر يونايتد. وفي موسم 2003 بيلعب 31 ماتش في الدوري و7 في الابطال، وسجل هدف الاول ضد فولفسبورج تألق بشكل لافت للانظار. واكيد بايرن ميونخ هترجع اللاعب الشاب بعد التألق الكبير عشان تكون البداية الحقيقية لفيليب لام مع البافاري. بيحجز اللاعب مكان اساسي في الفرقه، ولكن بيتعاقد البايرن مع المدافع مارسيل يانسن. المدرب قال له هتلعب برجلك اليمين ولكن في الناحيه الشمال، قال له شغال. الفتره من 2005 ل 2009 كانت فتره بيقع فيها اغلب الفرق الكبيره، وهي زي الازمات الماليه وتجديد الملعب والصفقات القليله، وعشان كده محققش اي نجاحات على المستوى الاوروبي. وكانت بطوله اليورو 2004 اول بطوله يلعبها مع المنتخب، ومن ساعتها هو عنصر اساسي ومهم جدا في تشكيله الماكينات الالمانيه. واكيد زي ما انت توقعت ان الانديه تحاول تستغل الفتره اللي فيها النادي علشان يجيبوا فيليب لام، ولكن كان بيبقى فيه رفض قاطع للموضوع ده. وفي موسم 2010 بيرجع العملاق البافاري للمنافسة الأوروبية من تاني، والمرة دي بيوصلوا النهائي عشان يلعبوا الانترناسيونالي. وكان فيليب لام من أهم اللعيبة اللي ساهمت في الوصول للنهائي، ولكن لم تبتسم الساحرة المستديرة. دييغو ميليتو، كرة ممتازة لويسلي سنايدر، ميليتو، فان بويتن، ميليتو ايتو الثنائي، وميليتو، دانيال فان بويتن ذهب إلى بلجيكا، غادر ملعب سانتياغو برنابيو، ودييغو ميليتو وحده. وكتقدير من نادي اللاعب فبياخد شرط القيادة في 2011، وبيوصل الباير في 2012 نهائي الأبطال مرة تانية. ولكن برضو في دقيقة 90 بيسجل دروجبا التعادل علشان يلعبوا ضربات جزاء ويخسروا في قلب الأليانز أرينا. وأخيرا بتبتسم كرة القدم لهذا الجيل الرائع بقيادة فيليب لام، ويحققوا الثلاثية التاريخية مع المدرب الرائع يوب هانكس. وفعلا بياخدوا دوري الأبطال من الغريم التقليدي بروسيا دورتموند بعد مباراة جامدة جدا وتألق من الشاب ليفا والحارسين بتوع كل فريق. ولكن بعد التعادل وسيناريو بنفس مباراة تشيلسي، ريبيري حتى الروبان ضيعها، الروبان يقدرها، والبافاري وسجلها مع زوكيتش، يتقدم جوندوجان، جول بيسجل أرين روبن هدف الفوز. تكون قل لهم من تكون، قل ما شاءت وانتقد كما شاءت، ولكن من شاء. والثاني أهل السماء، البافاري بايرن الكامبيون بطل أوروبا. قلت لك في الخواتيم، وبيستمر فيليب لام في تحقيق الانجازات على الصعيد المحلي والدولي. راجل بطولاته وانجازاته عظيمه وكتير قوي. وزي ما قلنا ان فيليب لام المدربين استخدموه في عده مراكز، وجوارديولا لعبه في نص ملعب كمان علشان تثبت عليه مقوله الجوكر الافضل في التاريخ. وبعد تحقيقه كل البطولات الممكنه مع بايرن ميونخ وفي قلب ريو دي جانيرو بالبرازيل، بتبدا رحله كتب التاريخ مع الماكينات الالمانيه.
2014 وكل الأضواء تتجه نحو كأس العالم، البطولة المفضلة للبرازيل. حدث عظيم جدا وبيفوزوا على السيليساو أرض ملعبهم ووسط جمهورهم، وبيصعدوا للنهائي عشان يتواجه منتخب ألمانيا وفيليب لام مع المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي. ميسي حاول بكل طاقته، ولكن الألمان كانوا محظوظين إن هيجوايين كان بيلعب ضدهم علشان يأتي ماريو جوتزا بالخبر السار لجماهير المنتخب الألماني. وتتوج ألمانيا والقائد العظيم فيليب لام بالبطولة الأغلى للمرة الرابعة، وبيعتزل فيليب لام دوليا بعد كأس العالم. كانت رحلة عظيمة. القائد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا في آخر موسم 2017. كان نفسه ياخد دوري الأبطال وينهي مسيرته، ولكن من حظه بيخرج ضد ريال مدريد في ربع النهائي بعد ما أحرق كريستيانو غابات ميونخ. وفي ليلة الاعتزال في آخر مباراة اللي فاز فيها البايرن على فرايبورغ 4-1 ودع 2 من أروع اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وهما تشافي ألونسو والقائد العظيم لبايرن ميونخ فيليب لام. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك ورنا لايك على الفيديو في كومنت، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان يوصلك عدد من الناس. وده ترشيح من اليوتيوب لفيديو ممكن يعجبك، ودي قائمة جول سكوب. وكان معكم أحمد ثابت، والسلام عليكم.